المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم من الفضائية الإذاعية نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. السفير سمير رسوم يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي. تنظيم منتدى الإرث الثقافي في عصب. تشييد مدرستين في حقات. الرئيس الصيني يتعهد بإلغاء الدعم المخل بالقواعد. اشتباكات في شرق سريلانكا خلال مداهمة نفذتها الشرطة. والإعصار كينيث يخلف دمارا في شمال موزمبيق. السلام عليكم ورحمة الله. التقى سفير إريتريا لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية السيد سمر رؤسهم وزير الخارجية الإثيوبية السيد جدون دارغاتشو، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية. وقال الوزير دارغاتشو في اللقاء الذي جرى بمبنى وزارة الخارجية الإثيوبية بأديس أبابا في 25 من إبريل إن من الطبيعي العمل المشترك بين إريتريا وإثيوبيا كدولتين جارتين شقيقتين سياديتين في المجالات الدافعة للمصلحة المشتركة، موضحا بأن العمل بقوة في التقارب والتفاهم الذي بدأ بفعالية ووجد إشادة كبيرة تتجاوز فوائده الدولتين. وأشار إلى أن الصداقة والتفاهم الموجود بين الرئيس سياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد منح السلام والأمل لشعبي البلدين ويجب العمل على تعزيزه. من جانبه أوضح السفير سمر رؤسوم أن الخيار التاريخي والاستراتيجي الشجاع الذي اتخذه قائدا البلدين فتح باب السلام والأمل، معربا عن ثقته في تعويض الفرص الضائعة في أقصر وقت بالدفع بخطوات إيجابية للعملية، لأن الفكر والروح الإيجابية يثمر نتائج إيجابية. هذا وحضر الاجتماع من جانب إريتريا السكرتير الأول في السفارة الإريترية سيد هابتوم زرعي، ومن جانب إثيوبيا وزيرة الدولة بوزارة الخارجية سيدة هيروتا زماني ومدير مكتب الوزير. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى في 24 و25 من إبريل بمدينة عصب حول حماية الإرث الثقافي تحت شعار تراثنا أساس هويتنا ووجودنا. وقدمت في المنتدى الذي شارك فيه قائد القوات البحرية والجبهة الشرقية اللواء حمد محمد كاري كاري وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي وسلطان رحيتة سيد عبد القادر داود ومسؤولي المؤسسات الحكومية والعيان والمهتمين بالتراث. قدمت أوراق عمل حول الموروثات الثقافية المادية وغير المادية. وأوضحت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيدة حواء محمد إن المنتدى يهدف لتفعيل التراث الثقافي والعادات الغنية ونقلها للأجيال القادمة، ويجب العمل فيه بقوة لكونه يرتكز أساسا على دور ومساهمة المجتمع. وقالت إن الثقافة المثالية السائدة فيما يتعلق بحماية الأشجار والحياة البرية والآثار ومكافحة التلوث في الإقليم يجب دعمها وتوسيعها بالدراسات وإدخالها في البرامج التعليمية. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن نقل التراث الوطني للأجيال مسؤولية جميع المواطنين، مؤكدا قيام إدارة الإقليم بالدعم اللازم في برامج الحفاظ على التراث ومشاركة الإقليم في المهرجانات الوطنية. هذا وأصدر المنتدى بعد مداولاته قرارات لتعزيز دور المجتمع والمؤسسات الحكومية وتوسيع الدراسات وفتح مركز ثقافي على مستوى الإقليم. شيدت مدرستين في ضاحيتي الدامر وعد أري بمديرية حقات لخدمة تعليم الكبار للأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم، حيث تضم المدرستين 3 فصول في كل منها. وأوضح مراقب تعليم الكبار في المديرية الأستاذ جريزجير برهاني أن المدرستين ستسهمان في العملية التعليمية لإعادة الأطفال والكبار المتخلفين عن الدراسة إلى مائدة التعليم. وأشاد بالمشاركة الجيدة في تعليم الكبار وخاصة من قبل الإناث، مشيرا إلى وصول بعض الأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم إلى الصف الثامن. ويتابع 762 طالبا من الذين فاتتهم فرص التعليم الدراسة في نقاط تعليم في حشيشاي وعد أري وإدامر، كما تشارك 516 امرأة في تعليم الكبار. ودعا طلاب المجتمع والإدارة لسد النواقص في المدرستين.
عقد اجتماع في مديرية فرو بحث الأمراض المعدية عامة ومرض الملاريا على وجه الخصوص. وأشار الاجتماع إلى تسجيل حوالي 160 إصابة بالملاريا في المؤسسات الصحية الأربع، ويعتبر هذا العدد كبيرا. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية الممرض مرهوي حدقو إن الأمراض المعدية عامة والملاريا خاصة قد انخفضت العام الماضي إلى أدنى مستوى لها، لكنها ازدادت بأضعاف حاليا، داعيا لتضافر الجهود المجتمعية والصحية للسيطرة عليها. ودعا مدير المديرية السيد عثمان عرفة مدراء الضواحي للقيام بدور رائد لإنجاح البرامج الموضوعة لمكافحة الملاريا. وبحث الاجتماع بتوسع جهود التنسيق بين كافة الجهات لمكافحة واستئصال الملاريا. وقال مسؤول التوعية والإرشاد في مكتب وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد برهان ألم سجد إن مهام ضمان صحة المجتمع ليست مسؤولية طرف بعينه، ويجب على كافة قطاعات المجتمع العمل بمسؤولية. تلقى مستشفى دقم حريه أدوات مختلفة دعما من سكان المدينة. وأشاد المدير المستشفى السيد منقستاب تولده بجهود ومساهمات السكان ولجنة صحة المديرية. وأوضح بأن السكان دعموا المستشفى بأدوات تقدر بأكثر من نصف مليون نقفة منذ عام 2016 لسد النواقص في المستشفى. من جانبه دعا مسؤول مكتب وزارة الصحة في المديرية الدكتور برناردوس بهتة لمواصلة الدعم لتطوير المستشفى. عقد سيمينار لمدراء الضواحي ولجان القرى وممثلي سكان مديرية عبد خالة في 21 من إبريل حول السلامة المرورية ومكافحة الجريمة. وأوضح قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيد زمكيل تخلية إن الحوادث الناتجة عن الإهمال تحدث أضرارا جسيمة بالأرواح والممتلكات، مؤكدا بأن أغلب الحوادث المرورية تقع بسبب خرق قوانين المرور. وقال إن عدم منح الأولوية للمشاة وعدم احترام شارات المرور والسرعة الفائقة والقيادة تحت تأثير السكر تعتبر من أكثر مسببات الحوادث المرورية، داعيا السائقين لمنح الأولوية للسلامة. وشدد على أهمية تعزيز علاقة المجتمع والشرطة، مقدما شرحا مدعما بالإحصائيات حول مكافحة الجريمة والمخالفات. ودعا السيمينار لرفع مساهمة مراكز الشباب لدورها في توجيه الشباب وتقوية لقاءات الشرطة والشعب والاستجابة السريعة للشرطة في البلاغات. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. قال الرئيس الصيني شي جي بينغ في افتتاح قمة حول مبادرة الحزام والطريق إن المبادرة يجب أن تكون صديقة للبيئة ومستدامة، وأن تسفر عن تنمية عالية الجودة للجميع. وتتمثل المبادرة في إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين ببقية دول آسيا وأوروبا وما وراءهما، وهي تنطوي على إنفاق ضخم على البنية التحتية، وأصبحت مثار جدل استشكوا بعض الدول المشاركة من التكلفة العالية للمشروعات. وأشار الرئيس الصيني في كلمة افتتاح القمة إن مبادرة الحزام والطريق ستفتح أيضا فرصا تنموية أمام الصين، تماما مثلما تتوسع الصين نفسها في فتح أسواقها أمام العالم. وقالت الصين مرارا إنها لا تسعى لتوريط أحد في ديون، وإن نواياها خالصة، وتتطلع لاستغلال القمة المنعقدة في بكين في إعادة تقييم السياسة وتبديد بواعث القلق. من بين الزعماء الحاضرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أصبحت بلاده في الآونة الأخيرة أول دولة في مجموعة السبع توقع على المبادرة. قال متحدث باسم الجيش السريلانكي إن تبادلا لإطلاق النار اندلع بين قوات الأمن ومجموعة من الرجال في شرقي البلاد خلال عملية تفتيش تتعلق بهجمات يوم عيد القيامة. وجرت المداهمة في بلدة أمبارا سينتا ماراوتو. ذكر المتحدث أن انفجارا وقع في المنطقة. من جهته أكد الرئيس السريلانكي مايتريبالا
سيريسينا مقتل زهران هاشم المطلوب الأول في الهجمات التي هزت سريلانكا. وأشارت أجهزة الاستخبارات السريلانكية إلى مقتل هاشم خلال الهجوم على فندق شنغريلا بالعاصمة كولومبو. قدمت الإشارة إلى أن زهران هاشم ربما يقف وراء الهجمات الدامية التي ضربت البلاد. ومنذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وقتل فيها أكثر من 250 شخصا، تنفذ الشرطة مداهمات في أنحاء البلاد بحثا عن مزيد من التفاصيل عن الجناة وداعميهم. وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 76 شخصا بينهم أجانب من سوريا ومصر في إطار تحقيقاتها حتى الآن، في حين تواصل قوات الأمن دون هوادة البحث عن 140 شخصا يعتقد أن لهم علاقة بالتنظيم المتطرف. قالت السلطات أن الإعصار كينيث تسبب في مقتل امرأة وخلف دمارا في شمال موزمبيق، حيث دمر المنازل واقتلع الأشجار وأدى لانقطاع التيار الكهربائي. وجلب الإعصار رياحا تصل سرعتها إلى 280 كيلومترا في الساعة عند وصوله إلى البرة، بعدما أودى بحياة 3 أشخاص في جزر القمر. وهذا هو أقوى إعصار على الإطلاق يضرب سواحل شمال موزمبيق، ويأتي بعد 6 أسابيع من الإعصار إيداي الذي سبب دمارا هائلا للبلد الفقير، حيث أدى لسيول مدمرة ومقتل أكثر من 1000 شخص في أنحاء الجنوب الإفريقي. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الإعصار كينيث قد يؤدي لسقوط أمطار يصل ارتفاعها إلى 600 ملم في المنطقة خلال الأيام العشر المقبلة، أي ضعف ما أحدثه الإعصار إيداي. وقال مسؤولون إن الإعصار دمر نحو 90% من المنازل في بلدة بيمبا، البلدة الرئيسية في جزيرة إيبو، مما دفع نحو 15 ألف شخص للإقامة في العراء أو في مراكز إيواء مكدسة. بدأ طيارو شركة ساس الإسكندنافية للطيران إضرابا في السويد والدنمارك والنرويج، ما أدى إلى إلغاء 673 رحلة وشل حركة 72 ألف مسافر بحسب الشركة. وأضافت الشركة أن كل الرحلات الداخلية والأوروبية وطويلة المدى لساس تأثرت بالإضراب الذي استجاب له أكثر من 1409 طيارين. وفي الإجمال سيتأثر 170 ألف مسافر بهذا الإضراب حتى حلول يوم الأحد. وأعلنت رابطة الطيارين السويديين التي استهلت هذا الإضراب أن أشهرا من المفاوضات لم تمكن من إيجاد حل لتدهور ظروف العمل. وفي السنوات الأخيرة أطلقت ساس عدة برامج توفير لتحسين الأرباح بعدما لامست الإفلاس عام 2012. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.